فيوم من الأيام الشباب جاء عادل نقز علي بالسناب كذا، يعني أقول هذا إيش يبغى، طالب جوالي يعني الليل يمكن آخر الساعة 2 ينقز علي بالسناب يكلمني، أقول هذا إيش يبي فيني ذا. جالس يقول لي يا أخي علمني هيبرو، واللي ما يعرف هيبرو هذه لغة اليهود. أنا أقول هذا يسوق أمها ولا يتريق ولا إيش يسوي ذا، إيش اللي قصدك عربي؟ أقول له قصدك عربي؟ قال لي إيه أبغى أقرأ القرآن. هنا استغربت، أقول هذا يبغى يقرأ القرآن؟ قلت ليش تبغى تقرأ القرآن يعني إيش؟ قال لي يبغى يتعلم عن الأديان. قال لي إنه قاعد يطالع في الأديان، وإنه قاعد طالع في اليهود، طالع في دين المسيحية، وطالع في جميع الأشياء خرابيط يقول. فقول أبغى أتعلم عن الأشياء. قلت له تمام. جاب شو اسمه براهين إنه ساينس والعلم وكذا والفضاء وأن مدري إيش، يعني جايب لي مرة يعني ثيوريز. إيش يعني ثيري بالعربي شباب؟ اللي يعرف بالكومنت يحط إيش يعني ثيري. أنا قاعد أناظر نظرية. هو جايب لي نظريات من كيسه. المهم وانا اعطيه قرآن وسنة لطش يا رجال، وبوكس يعني الدين الاسلام تراه يا شباب مي سهله على الكفار. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يعني اي شيء يجيبوا الملاحد ويجيبوا المسيحيين والكفار يا رجال. الاسلام يا رجال تعطيه بوكس KO مره واحده. هو يقول لي كذا اعطيه آية من القرآن، اسبوعين اجادل واجاهد في سبيل الله، واقول له القرآن يقول كذا والنبي كذا وكيف الكون يكون كذا ومن هذا الكلام يا شباب. يعني انتم تعرفون اذا شفتوا مقاطع سبيكرز كورنر، شفتوا ان يعني كيف يكون الحوار بين الملحد والمسلم، نفس الشيء. مرة يعني وصل لمرحلة انه بدأ كيف الكلمة الصحيحة، انه كان يندهش من الاشياء اللي في القرآن، يندهش من النبي عليه الصلاة والسلام، يندهش من آيات الله. في هذه المرحلة ربي بدأ يلين قلبه بدأ يلين الإسلام يلين. يقول حذيفة تعال اقرأ لي القرآن، وأعطيه مصحف بالإنجليزي وهو يقرأ وأعلم عن أسماء الله الحسنى. خلاص هنا ربنا وفقه للدين يا شباب. وهنا عرفت يعني صار لي مراحل كثير. يعني كلنا نعرف أن الله حق، والله هو الحق المبين. ففي عدة مراحل في حياتي إن عرفت أن الله حق حقيقة. يعني شفت أشياء، يعني شفت دعوات تستجيب لي قدام عيوني، سواء كانت استمرت يعني أخذت مرحلة أسبوع وأسبوعين. أهم شيء إن استجاب دعائك. فأسلم عادل وكان إيمانه يعني جدا مرتفع يا شباب. يعني أول مرة أشوف، وأنا وقتها ما كنت متدين مرة، لكن الله يهدي من يشاء. أقول لكم يا شباب هذا كان إنسان، يعني ما أبغى أفضح الأشياء اللي هو كان فيه، لكن خلنا نقول إنسان مبتلي جدا جدا جدا. هذا يعني أقول لكم هذا إنسان مبتلي جدا جدا جدا. هذا اللي أقدر أقول. ما أبغى أقول الأشياء اللي كان يسويها لأنها أيام جاهلية وربنا غفر له، لكن هذا اللي أقولها لكم. وتغير يا شباب 180 درجة في خلال أسبوع أو أسبوعين. يعني الأشياء اللي كان هو عليه تغير. أبى أقول لكم الشيء الوحيد عن عادل يا شباب، هو كان يحب الأغاني، وكان هو يسوي أغاني. وأنا أقدر أقول بصراحة يعني في أمريكا في ناس كثيرين يبغون يصيرون مغنيين، يبغون يصيرون رابرز ومن ذا الكلام، وأكثرهم الصراحة أكثرهم خايسين، خلينا نقول صريحين، أكثرهم خياس. لكن عادل يا شباب كان عنده موهبة، كان عنده رجال ما شاء الله. كنت يعني أيام الجاهلية كنت أسمع أغاني يا رجال أقول ما شاء الله هذا لو يكمل، يعني يكمل على موهبته والله بيكون يمكن ينشهر، يمكن يصير يعني على مستوى كبير. لأن أغانيه جدا كان يعني جد تعجبني مرة غابة، وأقول ما شاء الله يا رجال. كنت أسمع كنت أنطرب من أغانيه، وهذا شيء نادر جدا الواحد يعني يكون عنده موهبة زي كذا. والله يا شباب لو أنا مكانه يمكن ما أقدر أسوي اللي سواه، والله أعلم. حذف جميع أغانيه، وهذا كان أقرب وأحب شيء له، إنه حذف أغانيه كلها. شفتوا كيف؟
حذف جميع أغانيه. يا شباب أقول لكم هذا إنسان كان مدمن أغاني وكان أغانيه جميلة وحذف كلها، وشفت ارتفاع في الإيمان ما قد شفتها في شخص، ما قد شفتها في آدمي. وهنا كنت أقرأ له القرآن وكنت أذكر الله عنده وكان يبكي يا شباب، كان يبكي. وهذا أول مرة، وهذه يعني أول مرة، لكن هذه لحظة عرفت إن الله حق، وأن الله رزقني بإنسان يقدر يحس فيني، يقدر يحس بالإسلام، يعرف الله. وقلت سبحان الله وقتها. ويعني هذا شيء يعني سبحان الله يا شباب، أنتم ما تعرفون يعني الشخص يعني في ليلة يمديه يتغير في 180 درجة، يمديه يرجع إلى الله. وفي هذه اللحظة يا شباب يعني مرة تأثرت، لأني ما عيال يوم كنت أقول لكم هذا الإنسان قبل كم سنة كان غير، وما كنت أتوقع في يوم من الأيام إنه هذا الإنسان يسلم نهائيا. والله كنت أتوقع يا رجال. شوف أنا يا شباب الصراحة هذا شيء دائما أقوله للأخ وياي، أنا أحقد على الكفار، أحقد عليهم جدا. توعدهم إني وأدعو الله كمان، أدعو عليهم إن الله إني أقابلهم يوم القيامة، وإني أتريق عليهم وأضحك عليهم في وجوههم لأنهم كفروا بالله واتريقوا على الإسلام. في اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يا شباب هذا من أفضل الآيات عندي في القرآن، لأن أنا إنسان I hold grudges, you know, I have grudges on people. فوالله يعني أنا في أشياء أعرفهم بأساميهم أبغى يعني إن إذا الله ما رحمهم وهداهم الإسلام أبغى أشوف وجيههم يوم القيامة، وأبغى حتى يعني أوصل للمرحلة من الغضب هذا الغضب في سبيل الله، أوصل للمرحلة إن أدعو الله أنه يجعلني من الذين يعذبون الكفار. أقسم بالله إني يجعلني من الذين يعني الحمد لله إذا ربي دخلني الجنة الحمد لله، أبغاه يعني يسوي طريق إني يعني ما أدري كيف، المهم ما أعرف كيف، بس أبغى أعذب كفار، أبغى أعذبهم، أبغى أجلدهم جلد، أبغى أجلد فرعون جلد. ما أدري إذا أنتم مثلي ولا لا، بس هذا يعني من إن شاء الله إذا هذا الشيء باقي في قلبي يوم القيامة. والله إني صادق يا شباب وما أترك أنا والله جدا. يعني يوم أقول هذا الشيء لأصدقائي يضحكون، يعني مسلمين الآن لكن يعني يضحكون، ما حد يعني أهدي، لكن والله جد يا شباب ظهر في ناس وسخين، وهذا يعني مع احترامي له كان آدمي وسخ. يا رجال كنت أقول يا رجال لو أشوفك يوم القيامة لا أتفل وجهك صدق. فسبحان الله يا عيال، يعني ربي هداه للإسلام، ربي شرح قلبه للإسلام، وهذا شيء يعني ما كنت أتوقع نهائيا زي ما قلت لكم. فهذا الجزء الأول، باقي القصة طويلة، لكن هذا الجزء الأول. أتمنى عجبكم المقطع يا شباب، وإذا تبون الجزء الأول انشروا المقطع وسووا لايك وسبسكرايب، وبنزل لكم الجزء الثاني إن شاء الله. لا تنسوني من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.